سمعت عن مراسل إعلامي بيحارب الإجابة؟ مش أنت بس، العالم كله شاف مراسل اتولد في مخيم جباريا، مراسل عربي، مراسل فلسطيني، خريج من جامعة الأقصى قسم إذاعة وتلفزيون. تعالوا نعرف حكاية أنس الشريف. الفلسطيني أنس الشريف زيه زي باقي زمايله المصورين والمراسلين، ومنهم إسلام مجداد وأحمد منصور ومحمد صالح وغيرهم شهداء ضحوا بنفسهم عشان ينقلوا للعالم قذارة الكيان. وفي غارة من غارات الكيان الجبان استشهد أنس ومعاه 4 من زمايله. يا خالد يا ابن الوليد، يا خالد يا ابن الوليد، جبنا لك أنس شهيد، جبنا لك أنس شهيد قدام مجمع الشفاء الطبي بغزة. وأكدت قناة الجزيرة إن الغارة كانت مستهدفة، وعلى فكرة الحكومة الإسرائيلية قالت إن هو عنصر من عناصر حركة حماس، يعني هم من الآخر عارفين أهميته. استشهد أنس وكان أمله في الحرية، أمله إنه يوصل صوت أهل بلده أصحاب الأرض للعالم ويكشف غشم الكيان. استشهد أنس وترك وصية تحرك انشروها إن نجح الاحتلال في قتلي. هذه وصيتي ورسالتي الأخيرة. إن وصلتكم كلماتي هذه فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي. أنني بذلت كل ما أملك من جهد وقوة لأكون سندا وصوتا لأبناء شعبي. والكيان بيعمل كل حاجة عشان خاطر يستفرد بالأرض، قتل وجوع وعطش وعذاب وغارات، وقصف الكيان اللي مش بيسيب فرصة عشان خاطر يقول إنها بلد أمن وسلام. سلام إيه ده اللي بيخلي الواحد يتولد وهو ميت؟ أتمنى إن ربنا يتقبلهم شهداء ويسكنهم مع الصديقيين والنبيين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.